يا ترى ايه اللي حصل في البحر الأحمر؟ الصفقة دي قلبت كل الموازين وهتغير شكل السياحة تماما في مصر. أقوى صفقة في تاريخ البحر الأحمر. كملوا معايا الفيديو للآخر علشان تعرفوا القصة كاملة. صباح الخير أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. النهاردة هنتكلم عن صفقة قلبت كل الموازين وهتغير شكل السياحة في مصر. بس قبل ما ابدأ وزي ما متعودين دايما واللي لسه اول مرة يشوفني، انا شروق بقدم محتوى عن السياحة والسفر جوه مصر وبره مصر والفنادق واهم مميزاتها وعيوبها واهم اماكن الخروج والفسح. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم جديدنا اول باول. ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار عن اي فندق او اي مكان سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. ويلا بينا نبدأ. مصر خدت خطوة تاريخية في مجال السياحة. مصر وقعت صفقة استثمارية ضخمة وهو مشروع مراسي ريد سي بقيمة 18 مليار دولار. هقول لكم الصفقة دي هتأثر ازاي على السياحة في مصر وازاي هتفيدنا في حاجات كتير قوي. الصفقة دي مش مجرد مشروع جديد على البحر الأحمر، دي نقلة نوعية ممكن تغير خريطة السياحة في مصر كلها. المشروع ده هيخلق آلاف فرص العمل، كمان هيرفع من دخل مصر من السياحة ويحط مصر بقوة على الخريطة العالمية للمشاريع السياحية الفاخرة. قبل ما ندخل في تفاصيل الصفقة تعالوا نرجع خطوة لورا كده ونتكلم عن البحر الأحمر نفسه، ليه مهم وليه العالم كله بيستثمر فيه. البحر الأحمر مش بس شاطئ كده للسياحة، ده ثروة قومية لمصر، بيستقبل ملايين السياح كل سنة خصوصا من أوروبا الشرقية وألمانيا وإيطاليا وروسيا. البحر الأحمر واحد من أعظم الكنوز الطبيعية اللي بتمتلكها مصر، شريط ساحلي طويل ممتد لأكتر من 1000 كيلو متر بالمياه الفيروزية الصافية وشعابه المرجانية اللي بتعتبر الأجمل والأنظر في العالم. اللي بيجذب السياح مش بس جمال الشواطئ لكن كمان تنوع الأنشطة اللي بيقدمها البحر الأحمر، من أجمل أماكن الغوص والسنوركلينج، واجهة مثالية كمان لرياضات المغامرة زي الكايت سيرفينج والويت سيرفينج. كمان منتجعات فخرة وخدمات سياحية بتنافس الوجهات العالمية زي المالديف واليونان. ده غير ان كمان موقعه الاستراتيجي بيخلي الوصول ليه سهل من اوروبا واسيا. البحر الاحمر مش مجرد بحر، هو ايقونة عالمية في عالم السياحة، وكل استثمار جديد فيه بيرفع من مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية. كمان مدن سياحية زي الغردقة وسفاجة ومرسى علم وشرم الشيخ كلها محطات أساسية في السياحة العالمية. غير كده البحر الأحمر كمان موقعه استراتيجي قريب من قناة السويس ومنطقة التجارة العالمية. مشروع زي مراسي ريد سي إضافة جبارة مش بس للسياحة لكن كمان للاقتصاد القومي. المشروع هيتم بالتحديد في سوما باي، وسوما باي أجمل نقطة مياه في البحر الأحمر، كمان من أفضل أماكن الغوص والسنوركلينج. المشروع هيكون مدينة متكاملة شامل كل حاجة. الصفقة تمت بين إعمار مصر وسيتي ستارز بتكلفة بلغت تقريبا 900 مليار جنيه. المشروع على مساحة 2426 فدان، يعني حوالي 10 مليون متر مربع، بينه وبين مطار الغردقة حوالي 30 دقيقة. المشروع بيستهدف تطوير منطقة سياحية متكاملة، يعني تقريبا مدينة كاملة على البحر الأحمر. المشروع هيضم فنادق ومنتجعات فخرة، مارينا عالمية لليخوت، مراكز صحية ومدارس ومستشفيات. كمان هيضم أكتر من 12 ألف غرفة فندقية. المشروع هيوفر كمان حوالي 170 ألف فرصة عمل. كمان هيكون في المشروع أكتر من 400 علامة تجارية عالمية في الموضة والمطاعم والبراندات، كل حاجة هتكون موجودة في المشروع. يعني احنا كمصريين هنستفيد ازاي من المشروع ده؟ اول حاجة فرص عمل، مئات الالاف هيلاقوا شغل سواء في البناء او في الادارة او تشغيل الفنادق والمطاعم. تاني حاجة زيادة الدخل القومي، المشروع كمان هيضيف لمصر ما يقارب من 200 مليون دولار سنويا. تالت حاجة تسويق عالمي لمصر، هيخلي البحر الأحمر واجهة سياحية بينافس المالديف واليونان وغيرهم. رابع حاجة تطوير البنية التحتية، هيكون فيه طرق جديدة، خدمات، مطارات، كل ده هيتحسن بشكل كبير جدا. خامس حاجة نقلة نوعية في السياحة الفاخرة، يعني هيجذب طبقة جديدة من السياح اللي بيصرفوا أكتر ومهتمين بالسياحة الفاخرة أكتر.
ده غير ان المشروع بيدعم خطة مصر لجذب 30 مليون سائح سنويا، وده هدف لو اتحقق هيكون نقلة في تاريخ السياحة المصرية. احنا مش بنتكلم عن مجرد صفقة، احنا قدام مشروع سياحي وحلم كبير ممكن يغير مستقبل السياحة في مصر كلها. أنا شايفة إن المشروع ده هيغير شكل السياحة في الغردقة تماما، وهيخليها كمان في حتة تانية، خصوصا إن احنا عندنا ما يكفي من الجمال والطبيعة اللي تخلينا نطورها ونظهرها للعالم كله. كمان سوما باي اللي هيقام عليها المشروع ده من أجمل المناطق في البحر الأحمر، كمان هي من أنقى الشواطئ اللي تخلي كمان تجربة الغطس والرحلات البحرية والأنشطة هناك مميزة جدا جدا. هدفي كمان من القناة مش اننا نتكلم عن سفر ورحلات وفنادق بس، لكن كمان نكشف قد ايه بلدنا فيها كنوز وبتتطور بشكل يخليها تنافس على المستوى العالمي وتبهر العالم كله، وان عندنا حاجات تستاهل فعلا تكون على خريطة السياحة العالمية. اللي مهم كمان نفهمه ان المشروع ده مش هيأثر على السياحة في الغردقة بس، لا التأثير ده هيوصل لكل المدن السياحية في مصر، بما فيهم طبعا مرسى علم، سهل حشيش، الجونة، شرم الشيخ، طبعا دهب، طابة، نويبع. هيأثر على كل المدن السياحية المطلة على البحر الأحمر. كمان مش بس كده، هيأثر كمان على السياحة في الأقصر وأسوان. عايزة أقول لكم إن السياحة في الأقصر وأسوان من أكتر أنواع السياحة الجاذبة للسياح. السياح بجد من جميع أنحاء العالم بيجوا عندنا هنا، بينبهروا بالحضارة بتاعتنا وبالمتاحف والآثار والمعالم الأثرية اللي عندنا، بجد بيكونوا منبهرين جدا. فده برضو هيأثر على السياحة في الأقصر وأسوان. وطبعا مش بس كده، القاهرة كمان واسكندرية والساحل الشمالي، كل مكان في مصر ليه طابع مميز. كل مكان في مصر فيه نوع من أنواع السياحة المختلفة عن المكان التاني. عندنا كمان السياحة العلاجية، عندنا أنواع سياحة كتير جدا، فده هيكون جاذب جدا للسياحة. يعني مشروع زي ده هينقل السياحة في حتة تانية خالص، وهيزود أضعاف الدخل اللي بيدخل لنا من السياحة. طبعا مهم ان احنا نقول الاخبار الايجابية، واي حاجة فيها تطور وتقدم لمصر لازم نتكلم عنها ونقولها ونشجعها. نبعد شوية عن السلبيات، لان بلدنا جميلة وتستاهل ان احنا نتكلم عنها ونقول عنها كل حاجة حلوة. وفي الاخر بقى عايزه اقول لكم ان احنا عندنا في قناه فكره وسفريه بتكلم فيها عن السياحه والسفر، سواء سياحه داخليه او خارجيه، وافضل الرحلات اللي ممكن تعملوها في مصر، سواء بحر ابيض او بحر احمر، وترشيحات الفنادق وافضل الرحلات واماكن الخروج والفسح. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم جديدنا اول باول. ولو عندكم اي سؤال عن اي مكان او عن اي فندق او عن اي بلد، سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. وباي باي.